واش السنغال تقصات رسميا؟ لا، ولكن بيني وبينك راه دخلت في واحد الزنقه اللي ما كتخرج منها غير بالحسابات وبالدعاوي. السنغال اللي كانوا بزاف كينفخوا فيها اقوى منتخب في افريقيا، عندهم القوه، عندهم اللاعبين، هما اللي غادي يشرفوا القاره. اجي يا صاحبي، فين هي هاد القوه؟ جوج ماتشات وجوج خسارات، ضربتهم فرنسا ب3-1، وقلنا هنا يمكن راه فرنسا كبيره، يمكن ماتش صعيب ويمكن البدايه، ولكن منين جاو للنرويج هنا بان المعقول. النرويج دخلت لهم نيشان بلا خوف وبلا صداع، وهالاند دار خدمته جوج بيوت، وكل مره السنغال كتبغي ترجع كتلقى راسها واكله شي ضربه اخرى. اسماعيل صار حاول ماركا جوج، صدق هو بوحدو اللي كان باغي يرد الروح للمنتخب السنغالي، ولكن اش غادي يدير بوحدو؟ الدفاع محلول، الوسط ضايع، والفرقه كلها باينه بحال الا داخله غير بالسمعه. وهادشي هو الفرق الكبير بين السنغال والمغرب. المغرب ملي لعب مع النرويج ما خلاش دير اللي بغات، تخاطل معاها في التيران، صبر وقف وخرج بتعادل. ومن بعد جات المباراه تاع المغرب مع البرازيل. البرازيل صاحبي ماشي اي منتخب عادي، ومع ذلك اسود تعادلوا معاهم وبلا ما يبان المغرب خايف ولا صغير. ومن بعد مشاو ربحوا اسكتلندا، ودابا المغرب عنده 4 النقاط وواقف مزيان في المجموعه، ماشي بحال شي وحدين دابا كيقلبوا على الاله الحاسبه واش غادي يدخلوا من احسن التوالت ولا لا. وهنا خاصنا نقولوها بلا زواق، كاين اللي كيهضر بزاف على السنغال وكاين المغرب اللي كيخلي التيران يهضر عليه. حنا المغاربه يمكن نكونوا كنتقلقوا كنتقدوا كنقولوا هذا اللاعب خاص يتحيد، هذا التبديل علاش، هذا المدرب مالو، ولكن في الماتشات الكبار المنتخب المغربي ولا عنده شخصيه، ما كيخافش من البرازيل، ما كيضيعش راسو قدام النرويج، وما كيدخلش بحال الضحيه. اما السنغال في هذا المونديال باينه فيها واحد الحاجه، الاسم كبير ولكن الاداء ماشي هو داكشي. الناس كانوا كيقولوا اسود تيرانغا، ولكن دابا الاسود في الحقيقه ما باينينش شكون هما. المغرب اليوم ماشي غير منتخب افريقي مزيان، المغرب ولا منتخب اللي الناس كتحسب ليه الف حساب، كتدخل معاه كتلقى الضغط، التنظيم، القتاليه، والجمهور اللي ما كيسكتش. والسنغال دابا خاصها تربح العراق وتبقى تستنى، يعني من اقوى منتخب افريقيا ولا تعافاكم شوفوا لينا الحسابات. هذه هي الكره، ما كاينش اللي كان حسن في التيك توك ولا اللي كانوا كيمدحوه في الاستوديوهات، كاين غير شكون وقف في التيران وشكون طاح. واليوم بصراحه وبقلب مغربي، المغرب هو اللي شارف افريقيا، المغرب هو اللي باين واجد، والمغرب هو اللي كيعطي الاحساس باللي يقدر يمشي بعيد. اما اللي كانوا كيقولوا السنغال احسن من المغرب، الله يسامح ليهم وخليهم يشوفوا الترتيب بشويه عليهم. دابا قول لي انت في الكومونتير، واش مازال كاين شي واحد مقتنع باللي السنغال اقوى من المغرب، ولا دابا بان شكون هو رقم واحد في افريقيا؟